السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في قناتكم أكلة ماما. هنعمل بقى مع بعض النهاردة كده ميكس ما بين المخبوزات والحلويات، حاجة كده رول كده في منتهى اللذاذة، حاجة كده ميكس ما بين الكيك وما بين البسكوت. يعني ما نقولش كيكة تايجر وما نقولش بسكوت فانيليا وشوكولاتة، لا ميكس كده ما بينهم، حلو ولذيذ جدا، قوامه حلو قوي، مش طري قوي زي الكيك ومش جامد قوي زي البسكوت. فيعني اللي الكيك مش بينجح معاه والبسكوت مش بينجح معاه هيعمل الطريقة دي، هتبقى حلوة وناجحة جدا، مناسبة قوي لللانش بوكس، الفطار، التحلية جنب كوباية شاي بقى، كوباية نسكافيه، لبن، حلو قوي. نقول بسم الله ونبتدي بقى بالمقادير السهلة والبسيطة معانا، وان شاء الله تنجح معاكي من اول مرة. عشان اعمل الوصفة اللذيذة دي انا محتاجة بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، ومحتاجة كوباية من السكر، ونص كوباية من الزيت، ومحتاجة فانيليا. السكر انا استخدمت سكر بودر عشان انا ما استخدمتش الخلاط، سوري. لو هتستخدمي الخلاط في سكر عادي حبيبات مفيش اي مشكلة خالص. هخلط بقى المكونات دي كده مع بعض كويس جدا لمدة دقيقة مثلا، ان هي تمتزج كويس قوي مع بعض. وبعد كده ابتدي بقى انزل بالمواد الصلبة بتاعتي، وهي عبارة عن 3 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة من الملح. وزي ما احنا قلنا الدقيق مش مقياس، على حسب نوع الدقيق، لو احتاج الدقيق اديلها مفيش مشكلة خالص. هبتدي بقى ان انا اقلب كده المكونات بتاعتي كويس تمتزج مع بعض، وزي ما قلنا لو احتاجت دي اديلها مفيش مشكله خالص. وبعد كده هبتدي اقسم بقى العجين بتاعي نصين، عشان انا محتاجه نص فانيليا ونص بالكاكاو. نص بالفانيليا هضيف عليه معلقه من الدقيق لحد ما يكونش بيلزق، ونص الكاكاو معلقتين من الكاكاو، واديها كده معلقه صغيره زيت عشان ما تكونش ناشفه معايا. وكل جزء منهم هقسمه 4 اجزاء، وكل جزء اعمله رول، يعني هيكون كل جزء 4 رولات، 4 فانيليا و4 كاكاو. وهبتدي بقى زي ما احنا شايفين كده، يعني همزجهم كلهم يكونوا رول واحد، يمتزجوا كويس جدا مع بعض. بعد كده هقسم الرول ده 2، وهرجع احطهم فوق بعض والفه كويس جدا في ورق استرتش بقى او ورق زبدة كده، وهلفه رول حلو قوي وهبرمه كده وانا بلفه. انا محتاجاه يكون سوا واحد. بعد كده بقى بعد ما حطيته في استرتش وفويل دخلته الفرن على درجة حرارة 170 رف اوسط، وخرج بقى بالشكل الجميل ده. اول بقى ما يبتدي يعني يهدى معايا يكون دافي كده، هنزل بقى عليه بشوكولاتة مدوباها على حمام بخار، وممكن تستغنوا عن الخطوة دي براحتكم خالص. اول بقى ما الشوكولاتة كده دخلتها بقى التلاجة ومسكت كويس قوي معايا، قطعتها بقى ترانشات بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا السمك زي ما انت تحبي، وسط، تخين، رفيع، براحتك، مفيش مشكلة. شايفين بقى الشكل النهائي بتاعها حلو ازاي. وعايزة اقول لكم بقى ان قوامها جميل جدا، ريحتها طعمها بجد هتعجبكم جدا وهتعجب الولاد قوي. وزي ما قلنا مناسبة لللانش بوكس، حلوة قوي للمدارس، للفطار، تحلية، وهتكون حاجة يعني لذيذة معاكي. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش بدعمكم لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بإشعار من قناة أكلة ماما. وأشوفكم فيديو جاي على خير. سلام.